الرسول عليه الصلاة والسلام مستظل تحت ظل شجرة، معلق سيفه على الشجرة. يأتي أحد المشركين يأخذ السيف ويضعه على رأس الرسول عليه الصلاة والسلام، يوقظه بالسيف ويقول: يا محمد، من يمنعك مني؟ فيقول عليه الصلاة والسلام: الله. فيرتعد الكافر ويسقط السيف من يده. يأخذ الرسول عليه الصلاة والسلام السيف ويضعه على رأسه: من يمنعك مني؟ فيقول المشرك: يا محمد، كن خير آخذ، لا تعذبني، اقتلني مباشرة. فقال عليه الصلاة والسلام: تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال: لا، ولكن أعاهدك على أن لا أقاتلك ولا أساعد قوم على قتلك. ما آمن، فعفى عنه الرسول، أعطاه بدل السيف وردة العفو. عاد إلى أصحابه وقال: جئتكم من عند خير البشر. تفرضا بأن الرجل قال لمحمد عليه الصلاة والسلام الله أيضا بنفس الجواب، لا أظن سيحدث شيء، لأنه ليس مؤمنا يقينا بالله، هذه الكلمة التي تنتشلك من وسط الكربات إن آمنت بها. يونس عليه السلام في بطن الحوت قال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الملائكة تقول: يا رب، صوت معلوم من شخص معلوم في مكان غير معلوم، لكن الله يعلم ذلك، فأتاه الفرج. وفي الآية: وكذلك ننجي المؤمنين. المؤمنين حقا بالله. الله أكبر، أكبر من كل ما يمر بنا.